عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. جيتكم بوصفة من قاع الخابية تعمل 66 كيف مودكم ومنشهيكم. وصفة من يديات ماما ربي يفضلها ويطول في عمرها. الوصفة نتاعنا البنات ملثوث بنة مش نورمال، وشوفوا يظهر لي كل شيء ظاهر. فيه برشا حاجات بالدجاج، هو فيه فول حمص قرع، برشا حاجات. يجيو معايا شوفوا ماما كيفاش حضرته، وان شاء الله يا ربي يعجبكم وتجربوه. جيت لهنا قشرة الخضرة وبقيت تقشر في كعبة فول منفختها من قبل، وتحضر في فطيرها على بكري شوية. وهي قلت فرصتي أنا نصورها ونبرتجيها معكم باش تشوفوا كيفاش طيبوا. أنا بصراحة عمري ما طيبته وماني ما نحبوش برشا مي والله العظيم اللي هذا بسيرتو هذا ما نحكي لكمش على البنة كليت منه وبيان. نودكم من شهيكم الناس الكل. أكيد تعرفوا المثوث ومنافعه، وسيرتو كي يبدا فيه برشا خضرة. لهنا بدينا في الطريقة متاعو. جبت كيلو ملثوث. ماما طيب شوربة فريك مش ملثوث يجيها شوية برشا ما تحبوش. حسيلو حطيته في الكسكاس، والله غالب ماما اختارت الكسكاس هذاك اكبر كسكاس عندها، حتى كان يده مكسره قلت لي يلا غالب يلزم نعمل فيه هذا. عنده زوز اخرين اصغر منه ما تحبهمش، تحب اوسع باش يفور بيان. حسيلو صبت عليه شويه زيت وباش تحركه بالكدا وباش تحطه يتفور. هذه اللي تابلو لانيه نتاع الملثوث نتاعنا، واكيد جدا كل واحد وطريقه نتاعو. هذه طريقه ماما وتعجبني انا بصراحه على الاخر، واللي ياكل ماكلتها الناس الكل اللي ياكل ماكلتها يولي يتمنى يعاود ياكلها. والحمد لله يا ربي لهنا حطته يتفور باش يتفور لها بالكدا. ومن بعد باش تشوفوا لي توا كيفاش باش تشوفوها كيفاش باش تعملوا. فور الملثوث نتاعها بالكدا. جيت لهنا حطته على في الشقاله وصبت عليه الماء هذاك اللي كان يغلي تحته كله. تحركه هيك بالكدا والماء يغلي بالطبيعه، وتصفيه تخليه شويه من با دو ان مينوت حتى دو، وترجعه فوق المقفول وترجع تصب مره اخرى الماء هذاك فيه. يعني هذه لا دوزيام فوا، هذه المره الثانيه. ريتوها كيفاش باش تعاود تحركوا هكاك بالكدا باش يهبط الماء ذاك للمقفول. باش تعاود تعملها مره اخرى، باش تعاود تحطه في الشقاله وتعاودوا تصب عليه الماء هذاك. يعني هذه ثالث مره. ريتوها كيفاش الفازه. وباش تعاود تصفيه وترجعه للمقفول وتصب عليه المره الاخرانيه اللي هي المره الرابعه تسمى. يعني سقاته 4 مرات. ريتوها طريقه سهله ما فيها حتى شيء. وبصراحه ياسر نستحقوا ان ناكلوا حاجه ناقصه دي برودوي شيميك، ان ناكلوا حاجه طبيعيه، ان ناكلوا حاجه تنفعنا ومش حاجات الباقي اكثر. يعني اكثريه العباد تستهلك فيها توا ما فيهاش منافع جمله. جيت لهنا وباش تبدا طيب في الملثوث نتاعنا. قصت العرشه نتاع البصل قبل ما تقص البصل. ماما تحب برشا العرشه نتاع البصل وانا نحبها زيد تبنن برشا. عملت بصلتين في بالي باش تقصهم، وتبعوا معايا هريتاب كيفاش باش تعملوا. هو ما فيهوش حاجه كبيره سيرتو من المرحله هذه يبقى يعني اللي مازال الكل ما هوش حاجه كبيره. صبت الزيت وباش تجيب طريفات الدجاج وتحطهم على الزيت والبصل. إتابة عادية نعملوها الناس الكل باش تقلي. بطبيعة ما بتعرفوا الدجاج لازم يتقلى. واحنا ماما عندها التونسيون وبابا عنده النقرس، ربي بعد عليكم البلان الناس الكل. دونك الطبيب منبه عليهم العلوش ما يلزموش يدخل الدار. ساعة وين نشريوها ما يعني بابا سيرتو يتحرم ما ياكلوش. نستهلكوا اكثر شيء يا حوت يا دجاج. حسيلو خليتهم يتقلعوا هذوكم. وجات لهنا الكسكسي نتاعها بعد ما استقطر، مش كسكسي الملثوثه نتاعها بعد ما استقطر بالكدا وحطته في شقاله وتحرك فيه باش ما يبقاش هكا شادد في بعضه. لهنا صايي استغفر الله العظيم ساعات الكلام يضيع على غالب. طريفات الدجاج تقلاو مع البصله نتاعهم وجينا باش نفوحوا الفحات نتاعنا. باش تجيب باش تعمل طماطم المعجونه
في بالي 3 مغارف ونص هكاك ابوبري، خاطر فات لها الحكه الاولى نتاع طماطم وعاودت جابت الاخرى، ما بقيتش مركزه معاها بالكتاب اللي قد حطت. حاسيلو هذيك طماطم نقليوها شويه في الزيت وهي او ميم طون باش تكمل تفوح واش حط عليه تابل كرويه والثوم. لهنا هذه قريبتنا اللي بحذنا تشوي في قرايم فلفل باش تاكل وصورتها عجبتني الفازه. حاسيلو ماما باش تكمل صبت شويه ماء في الحكه بتاع الطماطم، وانا ذيك فازه نعملها ديما ومرقط بها شويه باش تكمل تعمل الفحات الباقيين بتاعنا. شنو باش تعمل توا؟ باش تعمل تابلو كرويه والثوم بالطبيعه مهرسين ديما مع بعضهم، احنا نعملوهم هكاكا ديما. تابلو كرويه ما يتنحاش من حتى ماكله هو والثوم، هذه عاداتنا نحن، وكل واحد كيفاش يطيب ونحترم كل واحد وتطيبه، خاطر ما فماش قاعده تمشي بها الناس الكل، كل واحد كيفاش يستانس وكل واحد كيفاش يحبها ماكلته تعجبه بيان سور. واكيد جدا كل واحد ولمسته والنفس نتاعو، هي الكلمه بالحق الاصح، النفس نتاع الماكله نتاع كل انسان. نرجعوا للميثود نتاعنا. عملت ملح حاشاكم باش تعمل فلفل احمر. الفلفل الاحمر ماما ديما تعمل كونتيتي بزيت، لا ما جاش حار برشا، جا فيت بزبيزه بنينه بصراحه يتاكل من يقل. حطت الفلفل الاحمر، كركم، الفحات المعروفه عنا الكل، الناس الكل، باش تخلي الفحات على فكره زادت شويه في الفلك باش تزيد له زنجبيل حاجه تنفع وبنينه وغير ما نحكي لكم عليه الناس الكل تعرفوا، باش تخليهم يتقليو هكاك شويه، فك شويه الماء اللي مرقت بيهم. شنو اخر مازال باش تعمل في بالي؟ مازال الخضره نتاعنا مازال اي باش تحط الخضره باريتاب شويه، لأنها زادت مرقت شويه ماء باش نجم تقلي الخضره. هذه قراع ما نعرف شنو اسمه بالضبط، نسيت اسمه. مش القراع الاحمر الاورانجي، هذاك القراع الاخر اللي منظر كيما الدلاع، ماما تعشقه تموت عليه، وهو خضره حاجه باهيه اكيد جدا. والمثوث يحب برشا القراع بانواعه الكل، لان الفول نتاعها وسناريا ومازال بعد باش تكمل الحمص، يعني حاجات الكل باش تعملها مع بعضها. خضره مع بقول جافه مع الشعير اللي هو ملثوث. دونك من غير ما نحكي لكم على البنه وعلى المنفعه سورتو، وهذيك اكثر حاجه توا نحاول اني ننسيستي عليها في الحاجات اللي ناكلها. حاسيلو لهنا الخضره نتاعنا بشطر الماء، مش الماء كله اللي مرقته، لا عملت شطر الماء باش نجم تقلي شويه الخضره وبعد تكمل تمرق الماء الكل. وبالطبيعه هاك الجرينات الفلفل اللي ما يتنحاوش جمله من ماكلتنا الكل، كيف انا كيف اختي كيف امي كيف خواتي الكل نحبوها الحكايه هذيا، وطلعنا كلنا نفس الحكايه، نحبوا التوزبيزه، ونحبوا مش حتى التوزبيزه كاو، نحبوا طعمه الفلفل الاحمر الشايح بصراحه بنا ولا اروع. لهنا سي بون باش تكمل كعبات الحمص وتخليه يطبخ شويه معك الخضره مع الفحات مع الكل مع الدجاج الكل، وباش تصب عليه مازال باش تزيدوا شويه ماء اخر باش هذاك يعني باش تكمل المرقان نتاعو الكل، وتحط عليه الملثوث نتاعنا يطيب. هو ديجا الملثوث نتاعنا يعني مسقي 4 مرات، دونك راهو ما يستحقش برشا تطيب. لهنا مازال العكان باش تمرق، وحطت الكسكاس على المقفول نتاعنا صي مرقت الماء الكل، وحطت الملثوث باش يتفور وباش تكمل تطيب المرقه نتاعنا في عقلها. وتوا سيء ملثوثنا حضر. شوفوا هاك الزين وهاك العين وهاك المنظر المزيان، نودكم من شهيكم الناس الكل. وجيت لهنا ماما تسقي فيه وكل يديا صغرونا، ربي يحفظها ان شاء الله ديما معايا. هيك هاو نحبش نشهيكم، اكيد نتمنى نودكم، مي والله الله غالب حتى باش نودكم بعاد عليا الكل. ننصحكم بالحق باش تطيبوه، خاطر ينفعكم وبنين يهبل. ماكله الناس كل تعرفها وقديمه من قاع الخابيه، وماكله جدودنا، وماكله الماكله بالحق اللي الناس الزمنيه كلاتها وطلعت صحتها ما شاء الله، مش كيفنا احنا تو.
لذا نحاولوا ساعة ساعة نرجعوا هكا ناكلوا حويجات ينفعونا شوية. سيرتو اللي عنده مشاكل في الهضم وفي كل راهو ينفع. صحيح يحير شوية الغازات مي او ميم طون ينحيهم بعد، خاطر الشعير وتعرفوا الشعير هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان ياكل التلبينة اللي هي الباز متاعها شعير. دونك من غير ما نبقاو نحكيو برشا على منفعته، الناس الكل تعرفها. نودكم من شهيكم الناس الكل، شوفوه بالحق شهي. نودكم من شهيكم مرة أخرى، قلتها 1000 مرة وباقي نعاود نقولها. حسيدو إن شاء الله يكون الملثوث متاع ماما أعجبكم، إن شاء الله طريقتها تكون نلت استحسانكم، إن شاء الله تجربوه، وإن شاء الله الفيديو متاعي كله أعجبكم. نحاول نعمل هكا حويجات مختلفة. حسيلو الفيديو متاعنا سيوفا، ما تنساوش اللي مش مشترك يشترك ويعمل لي ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد، واللي مشترك جام وكومنتير. وإن شاء الله ملتقانا في فيديو آخر، ونقول لكم بسلامة وباي باي الناس.